ما وصلت إلى هناك وجدت رئيس البعثة المغربية ينتظرون. البعثة المغربية في تل أبيب. نعم. وأنا هذه مناسبة، أنا تعرف موقفي من التطبيع واضح، ولكن الحق حق يجب أن يقال. وزارة الخارجية قامت بواجبها معي. حضر إلى عين المكان، إلى أسدود في مكان الاعتقال. سأقول لك أمرا، القنصل والرئيس البعثة المغربية كان أكثر التصاقا بي من كل الدول الآخرين الأجانب مقارنة بالجنسيات مقارنة مع الجنسيات الأخرى. أنا هذه شهادة التاريخ، ليس لدي لا مصلحة أقولها. وأنا أشكره وأشكر الخارجية المغربية على هذا الأمر. متى حضروا حتى وسأقول لك مباشرة بعد وصولك؟ عندما وصلت وجدته ينتظرني، لا أعرفه، جاء يسلم علي، تصورت أنه محامي أو من فلسطينيين أو شيء، سلمت قلت له مرحبا كذا، قال لي أنا من يعني من الخارجية المغربيه أو من البعثة، رئيس البعثة، وهذه السيدة القنصل. مرحبا بكم. قلت له والله نسحب لي وتجيو. في وجهه. ضحكنا شوية. قال لي لا علاش؟ قال لي بالعكس احنا متبعين، انت ابن هذا البلد. وبقي معي. مكنك من الاتصال بوالدتك؟ نعم، بوالدتي لحظتها. في طلبنا طبعا كان لازم اجراء قانوني لاجراء الاتصال من هاتفه الخاص. وبعد ذلك اتصلت السيده القنصل بوالدتي مرتين، احتفظت بالرقم وكانت تتصل لتطمئنها. نعم هذا صحيح. واكثر من ذلك، بعد هذا كله، لما كان يوم الترحيل، القنصل المغربي رئيس البعثة المغربية وجدته في باب الطيارة ينتظرني في باب الطيارة، وأعتقد أنه انتظرني لساعتين ليطمئن على ليتأكد أنني غادرت. هذا الأمر لم يحدث مع الأجانب الآخرين. لم يحدث مع الأجانب. كان الوحيد. نعم، كان الوحيد من اللي كان بهذا الحضور. شوف، احيانا القناصله شنو كيعملوا او رؤساء البعثات احيانا كيقوموا بالواجب اللي كيفرض عليه القانون، كيعملوا بالحد الادنى. لا، انا حسيت انه عمل الواجب وزاد عليه حرص. كان هناك حرص وهناك، فلا